ده أول فلوج ليا بعد ما أنا قعدت من الشغل. حاسة إني مخضوضة ومشتتة، حاسة إن أنا هخلص شغل البيت كله في ساعتين، ولكن ماذا بعد؟ ولكن هي تجربة، تعالوا نعيشها سوا. أتمنى إن أنا ألاقي فيها شغفي ومندمش بعد ما أنا أخدت الخطوة دي. أنا صحيت في ميعادي الطبيعي، حضرت لانش بوكس ابني ونزلته، وبعد كده طلعت فتحت البلكونة وصليت وقلت أعمل أهم حاجة أنا قاعدة عشانها، وهي إني أنام ساعتين زيادة. الساعة كانت 8 ل10 وأنا فضلت نايمة لحد الساعة 11 ونص تقريبا. ولكن الحقيقة إن أنا نمت الساعتين دول، وأول حاجة أحبطتني إني ما نمتش بنفس العمق، ولا أخدت راحتي في النوم زي ما كنت متوقعة خالص. يعني نوم كان كله قلق. ولكن أنا مش حابة إن أنا أحكم على قراري إنه كان غلط أو صح من أول يوم. صحيت فطرت وقلت عاوزة أفطر فطار صحي. عارفين لما بنيجي ناخد قرار مصيري في حياتنا بنبقى عاوزين نعمل ألف حاجة معاه وكله يبقى صح. أهتم ببيتي وعيلتي وأحافظ على الصلاة وآكل أكل صحي، وما عملش أي حاجة غلط. المهم إن نفسي فعلا أهتم بأكلي وصحتي عشان معدتي وسكري تعبني جدا الفترة ديت، فياريت تشجيع ودعواتكم. كان في غسيل على الحبل لميته. هنا كنت بوريكم البلكونة، بلكونة الإسكان الاجتماعي، طلبتوها مني كتير. شربت نسكافيه برضو في البلكونة. يعني بحاول طول اليوم أعمل حاجات تبسطني، عشان بجد أنا خايفة يكون قراري غلط وأصاب بإحباط أو زعل. فلوج النهاردة فعلا طويل، ولكن استنوا كده دايما، لأن أنا ما بقاش عندي غيركم أشاركوا يومياتي سعادتي أو أي حاجة سواء حلو أو وحش. فمعلش أنا سليتكم كتير واديتكم تجارب كتير، فأنا عايزة منكم دلوقتي تشجيع وتسلية عشان ما أصابش بأي إحباط. أنا دخلت المطبخ سريعا، ولكن أنا حرفيا خرجت منه بعد الغروب. حقبة زمنية كده حسيت إنه وقت كتير قوي ضاع فيه، برغم إنه أول يوم أبقى قاعدة. بس حاسة أيام الشغل ما كنتش بقعد فيه كتير كده، ومش لاقية أي تفسير ولا مبرر لدوّة. ولكن أنا كنت عمّالة أفتّح كل حاجة، آجي أفتّح برغم إني برضه ما عملتش تنظيفات عميقة، ما عملتش حاجة. يعني أنا باوريكم كل الحاجات اللي أنا يعتبر وأنا كنت عملتها. متخيلة هنا إنه فعلًا شغل البيت أبسط من الخروج، والشغل برّه أصعب، ولكن اكتشفت إن شغل البيت مُتعب أكتر، لإن وأنا شغالة كنت أوقات كتير بالاقي مبررات: الغسيل هأجله لبكرة، البوتاجاز يوم الجمعة، وهكذا. وفعلًا كنت باستنفذ كل طاقتي، مش تأجيل للتأجيل وخلاص يعني. ولكن أنا اكتشفت برضه إنه الشغل بيدّيني جزء من تنظيم الوقت كبير. يعني كنت حسيت إن أنا كنت باعمل نفس الحاجات اللي أنا عملتها وفعلًا أخدت منّي اليوم بالكامل. أنا كنت باعملها كلّها بعد الرجوع من الشغل. كانت بتبقى جاية على صحّتي وجاية على طاقتي، بس كنت في الآخر باحس إنه أنا أنجزت حاجات كتير بجانب شغلي. ولكن بنعيد تاني، إحنا مش عايزين نحكم من أول يوم. إحساس تاني بقى على العكس تمامًا حسيته وأنا قاعدة، إنه لأ، لازم أعمل ده وده وده. واكتشفت إني فضلت أعمل في حاجات كتير لحد ابني ما رجع، وأنا جوايا إنه لأ، لسه في كتير أعمله. وبعد ما رجع برضه أنا فضلت أكمل. وطول اليوم كان جوايا سؤال واحد بس: أنا ابني حاليًا لسه في حضانة، ربنا يبارك فيه يا رب. فأنا فعلًا مش عارفة لو قررت إن أنا أرجع الشغل، هو لما يكبر إن شاء الله ويدخل مدرسة، أنا هاعمل إيه؟ بيكون في مذاكرة وواجبات. يعني أتمنى إن أنتم تشاركوني تجاربكم، وفعلًا تقولوا لي بيبقى إيه الوضع في حالة إن الأم بتشتغل وعندها أطفال في مدارس، بتعملوا إيه؟ وخاصةً إن المدارس بتخلّص بدري، يعني الدنيا بتضبط معاكم إزاي؟ وزي ما قُلت لكم بنفضل نقول لأ، ده كمان بالمرّة. البوتاجاز حالته ما كانش يُرثى ليها، ولكن بجملة بالمرّة أنا غسلته هو كمان. وإحساس رائع بصراحة. ربنا يبارك لنا جميعًا يا رب في بيوتنا، ويرزقنا الخير حيث كان ويرضينا به يا رب. أنا تبّلت البانيه، قولوا لي إيه أحسن تتبيلة بتعملوا بيها البانيه؟ والأوضة ديّة كانت أصعب أوضة، ولكن زي ما أنتم شايفين هي ما أخدتش وقت خالص، والحمد لله رب العالمين. اديت كنسة سريعة بعد كده للشقة، والباقي كان معقول. يعني كنت خلاص الreception كان فيه بس حاجات بسيطة كده هنطلع نعملها دلوقتي مع بعض. جماعة أنا بجد أسفة على اللي أنا قلته أول الفيديو، وإني توقعت إن شغل البيت بيخلص بسهولة وفي ثانيتين أو في ساعتين زي ما قلت. ولكن برغم إن أنا ما عملتش حاجة في اليوم، الساعة دلوقتي بقت 5 وأنا لسه ما خلصتش. فهي بكرر أسفي، ولكن المبرر الوحيد اللي أنا شايفاه إن إحنا لما بنضغط بننجز. لما أنا بحس إن مفيش وقت والحاجات دي لازم تخلص، أنا فعلا بخلصها. يمكن تبقى ديّة مكتسبات إحدى مكتسبات العمل اللي فعلًا حاجة كويسة.
ولكن الحمد لله الشقة كانت خلصت، وأنا نفسي أكتشف إيه هواياتي أو كده أقدر إن أنا أعملها في الوقت ده، لإن أنا حاسة إنه وقت ثمين مش عايزة أضيّعه. استراحة محارب، عملت ice coffee خطير، وبعد كده نشرت هدوم الشغل، البِدَل هنشيلها بقى لمّا نشوف هنعمل إيه في حياتنا، وبس كده فلوج النهارده خلص، واستنوني في فلوج بكرة وباي باي. المكرونة دي كانت عظمة، لو عايزين طريقتها اكتبوا لي في الcomment وأنا أقول لكم. باي باي.